خليني اقول لك ان في حاجات هتبين ان انت مصور محترف غير ان انت معاك كاميرا غاليه، هي الالوان. وهي دي اول حلقه من حلقات يلا نتعلم في رمضان. تعالوا نتعلم في رمضان. قبل اي حاجه وقف الفيديو ده، ادخل على جوجل، اكتب كولر ويل وحمل الدايره دي وخليها معاك في موبايلك. ادخل على اول قاعده على طول، وهي انك شايفني دلوقتي عينك مرتاح، لاني مختار اللون الاصفر الباهت شويه ده على اللون الازرق. وده معناه ايه؟ ده اسمه كومبليمنتري كولر. هو انك شفت الدايره اللي معاك، انت بتختار اللونين اللي قصاد بعض. رقم 2 يا صديقي هي المونوكروماتيك كولر. لو بحثت عن الكلمه دي هتلاقي افلام كتير اتعملت بيها، وهي انك تختار لون واحد بدرجاته. وده احيانا عشان يطبقوها بيخلوا الدنيا لون واحد بس بدرجات مختلفة من الهايلايت للشادو. بس القاعدة الثالثة هي الانالوجوس كولر. بتفتح الكولر ويل زي ما انت شايف وتختار 3 الوان جنب بعض. القاعدة دي بسيطة خالص، هادية وكمان سهلة. طب ايه بقى هي القاعدة الرابعة؟ ترياديك كولر. ترياديك كولر يا صديقي هي ان انت بتاخد مثلث من الكولر ويل بتاعتك، يبقى هم الوان بعيده عن بعض كل البعد بس هتبقى مريحه للعين. واكتر حد استخدم الموضوع ده هي بدله سوبرمان. وما تنسانيش في اللايك والشير، واحفظ الفيديو عشان هتحتاجه. وبرضه ما تنساش تكتب لي في الكومنت عايز تتعلم ايه الفيديو الجاي. سلام.